ومرة واحدة لقيت الطريق طالع للسما. لما كان ورانا اهو الاتنين دول ما بيتقفلوا بيبقى على شكل تعبان. هنا في 3 سراير، ده حمام الأطفال اهو، المنظر الجميل ده. ليتس جو. الجيران اللي قدامنا طالعين تخييم زينا وشكل الشارع هيبقى فاضي. اهلا بيكم في فيديو جديد واول مره بالنسبه لي تخييم هنا في هولندا. طبعا زي ما انتم شايفين خدنا العده كلها هنا اهي، كل الشنط وكل الحاجه، واحنا طالعين مخيم. انا بالنسبه لي ضد فكره التخييم دي اصلا. انا طلعت بسبب ان اليدا دايما كانوا بيعملوا كده وهم صغيرين هنا، كان دايما يطلعوا مع الاهل تخييم، وده حاجه منتشره جدا هنا في هولندا. فانا عشان فكره التخييم دي مش بصراحه مش جايه معايا قوي. مراتي بقى ايه ما جبناش خيمه وهنروح نحط الخيمه وكده، هنطلع يعني خيمه موجوده بحمامات وكده عشان اجرب يعني الجو بتاع التخييم عامل ازاي بالنسبه لي اول مره، ولو عجبني نبقى نشتري خيمه ونطلع تخييم. فيلا بينا اوريكم الطريق والمكان هناك عامل ازاي. زي ما انتم شايفين احنا ماشيين عادي، ومره واحده لقيت ان الطريق طالع للسما. ببص لقيت الطريق عامل كده طالع لفوق. ده بقى ايه؟ دي بتبقى فيه مركبه كبيره جايه من هناك هنا، وبيفتحوا لها الكوبري ده. بيبقى في ناس قاعده جوه المكان هنا، اول ما تشوف مركبه هم فاتحين الكوبري. احنا لسه معديين من نفق، كان البحر فوقينا، كنا شايفين المراكب فوقينا، يعني حاجه قمه العبقريه والذكاء للمهندسين الهولنديين. احاول ابقى اجيب لكم الشوت بالدرون من فوق عشان تتخيلوا جمال وحلاوه المنظر. وقفنا ناخد استراحه من الطريق، واحنا حاليا في نص السد ده اللي بيحمي هولندا من الفيضانات والمحيط اللي ورايا هناك ده. والراجل ده اول واحد حط اول حجر في السد هنا. السد ده على طول 32 كيلو. لو عايز تعرف اكتر عن السد شوف اول فيديو ليا انا شارح كل ده. الفكره بقى ان هم ما قالوش هنبني سد وخلاص، لا، عملوا برده طريق للعجل. يعني ده كده كله طريق العجل، طريق العربيات ورا هنا، وده المكان الباركينج، وهنا طريق العجل. الهولنديين وذكاء الهولنديين يا جماعه. فيلا بينا نكمل رحلتنا للمخيم. احنا وصلنا المكان اهو، وكله عباره عن خيم وعربيات كامبينج زي ما انتم شايفين. ومفروض ادونا الورقه دي فيها رقم الخيمه بتاعتنا، احنا خيمه رقم 16. فتعالوا نشوف الخيمه عامله ازاي. المكان زي ما انتم شايفين كله خيم كده، حتى في خيمه، وفي ده بيبقى اكبر شويه زي سفاري، والخيمه بتاعتنا هناك اهي. فتعالوا اخدكم جوله بقى ايه جوه الخيمه. ليتس جو. عندك اول حاجه ده عباره عن البوتاجاز، بوتاجاز صغير كده ومحندق. وفي هنا العده كلها بتاعه المطبخ زي ما انتم شايفين. وهنا في الانبوبه تبع البوتاجاز، وحط لك بقى ايه المعالق والطاسات، وفي حلل، في طبق، الحاجات دي كلها تستعملها. بعد كده ده مش عارف بتاع ايه، بس على ما اعتقد ده بتاع فوم الكابتشينو. حط لك براد اتحط على النار عشان تغلي ميه، شغل بدائي جدا. ثلاجتين، ثلاجه واحده هنا، دي برضو ثلاجه. تيجي بقى هنا في الثلاث ادراج دول عايز تحط حاجه. وهنا دي زي اوضه صغيره حاطين فيها الصف بتاعنا. وسريرين، 3 سراير، مش سريرين جنب بعض، والسرير هنا لو حابب تضمهم على بعض. وهنا عباره عن مكان لو حابب تقعد فيه، حابب تطلعه بره، بس احنا على ما اعتقد هنطلعه بره عشان نستغل المساحه.
الخيمه خلاص بتقوم شادد السوسته تحت وانت وحظك. بس هو كده كده في اوروبا عموما في امان. اوريكم ايه هنطبخ النهارده. الحمد لله الاكل جهز، بس البحر هنا على بعد دقيقتين، فقررنا نروح ناكل على البحر ونشوف الغروب في نفس الوقت. الحمد لله لقينا الغروب، هنقعد ناكل ونشوف الشمس هتنزل. Leave our troubles upon the shelf. Don't you worry, we're gonna find all we need in our sunset paradise. فكيف الجنة، كيف الجنة لو المنظر ده كده. بصراحة الواحد لو يعرف ان موضوع التخييم جميل بالشكل ده، الواحد كان عمل تخييم من زمان. وبصراحة انا اخر حاجة اعرفها عن التخييم كنت اتفرج على برنامج اسمه عيش سفاري على MT3 واختار الفريق الازرق وبس كده. بس بصراحة الموضوع طلع ممتع فشخ، تفصل عن المدينة والشغل وتيجي بس منك للطبيعة والبحر وكده. الواحد بقى يرجع الخيمة وينام بصراحة عشان كان يوم طويل ومتعب. واشوفكم ان شاء الله بكرة، فتصبحوا على خير. So don't you worry, we're gonna find all we need in our sunset paradise. صباح الخير. الساعة 9:30. أريد صحيت الساعة 8 وأنا فضلت نايم، كنت تعبان جدا من امبارح. صح على صوت البراد، حتى ما كانش البراد ده اشتغل كنت كملت نوم. جيت في نص الليل كان الجو برد، قمت قافل فيه هنا زي شباك. الشباك ده زي دي زي تهوية كده. بصوا دي السرير اهو، ودي سوسته تانية جوه الخيمة عشان تبقى فيه زي برايفسي كده، تبقى انت في خصوصية شوية. زي ما انتم شايفين احنا ايه خلصنا فطار. بس انت هنا ما تخلص فطار ما تغسلش المواعين كده وخلاص، لا بتروح المكان. هنا في مكان مخصص لغسيل المواعين، فتعالوا اوريهولكم. تعالوا خدكم جوله سريعه في المكان. هنا زي ما انتم شايفين هنا في غسالات، بتشتري كوين من الريسبشن وبتيجي تحطه هنا والغسالات بتشتغل. وبعد كده بتبقى بتايمر، مثلا دي غسالة فاضل لها 16 دقيقة. بعد كده ده الفيو، وهنا دي ترابيزة مكوى، عاملين حمام مخصوص للأطفال، حتى عامل لهم دش مخصوص ليهم صغير، ومرايات صغيرة. ده المكان اللي احنا غسلنا فيه الأطباق. بعد كده هنا برضو حمام رجالي وحريمي. بعد كده مكان تاخد فيه الشاور رجالي وحريمي، وتطلع دايركت هنا على الخيم. بس كده هو ده المكان، وهو ده المكان بصراحة نظيف وكويس. انا حاسس ان انا ناسي حاجة. صلاح انت ما جيتش ليه؟ الصوت ده انا عارفه، صوت ايه؟ الاطباق. قعدت اصور ونسيت الاطباق ومشيت. وبصراحة الموضوع مضحك وممتع في نفس الوقت. يعني
الناس كلها جايه بالحيل والاطباق وعمالين يغسلوا، فالموضوع بصراحه مسلي فشخ. بس فلسه لو لسه متابع معانا الفيديو لحد دلوقتي، يعني انزل كده رن الجرس، اعمل لايك، اعمل اي حاجه انت عاوزها. عم احط الاطباق دي في الخيمه تاني. طلعنا عشان نستكشف الاماكن هنا وناخد جوله حوالين الخيمه، فالريسبشن ورايا اهو. هنساله ايه الاماكن الحلوه اللي احنا ممكن نروحها هنا. احنا خدنا ورق كتير من الريسبشن عباره عن رحلات، قالوا لنا ان كل حاجه هنا بعيده، اقرب حاجه البحر واحنا رحنا امبارح. فاحنا بصراحه ما بين كل الرحلات دي، حديقه الحيوانات وحديقه الزهور والحاجات دي، اخترنا ان احنا نروح حديقه الفراشات. مكان عباره عن كله فراشات، نروح نستكشفه سوا. بصوا يا جماعه، ماشيين على الطريق عادي وشفنا الامارات دي، بس سبحان الله قمر والله. خد تعالى. بصوا هنا في حصينه هنا اهو، وفي هناك هنا لو شايفينها خرفان. الظاهر كده ان هو مش عايز يجي فهمشي، بس بصراحه سبحان الله. بصوا جمال المكان، حاسس ان انا في ويندوز اكس بي والله. عارف انت لما كنت زمان تفتح خلفيه ويندوز وتلاقي الفيو ده وراك، حاجه بصراحه جميله فشخ. جميله برضو. بصراحة أنا والله عايز أروح على مكان الفراشات على طول، بس بصراحة مش قادر أقاوم المنظر الجميل ده. بص كلهم باصين لي إزاي. بقول لك يا صاحبي، عايز أركب من هنا عبود. ها؟ ألو. هنرجع بقى نكمل طريقنا لمكان الفراشات، ويا رب ما نقف تاني عشان أريدة تعبت مني بصراحة. المكان اهو، قطعنا تذكره وادونا الورقه دي باسامي الفراشات اللي موجوده جوه. سبحان الله. المكان بصراحه تحس انك في كوكب اخر، كله عباره عن فراشات حواليك وورد، يعني تحس انك في مكان في كوكب اخر، في عالم تاني اصلا. بص هو المفروض دلوقتي كل فراشه اشوفها اقول اسمها هنا، يعني دي اللي هي دي كاليكو مينون. عامله ازاي؟ بصوا دلوقتي اللي احنا شايفينها اسمها بابولوي بوليتس. اللي هي دي. سبحان الله. وبتقرب منهم عادي، مفيش اي حاجه. مش عارف ملمسهم عادي ولا لا. لا طارت. لقيت دي اسمها مش عارف ايه، حاجه اطلس كده، اللي هي واقفه هناك. دي حجمها كبير جدا مقارنه بالفراشات التانيه. هنا المكان فيه فراشات زي ما انت شايفين. اوه يا صوت. كان في واحده وقفت على كتفي. بصوا الفراشه دي، الاثنين دول ما بيتقفلوا بيبقى على شكل تعبان، فالفريسه لما تشوفها مقفوله تفكرها تعبان. وبصوا ده كمان، ده عباره عن بيت هنا معمول لهم. البيت ده بيبقى الفراشه قبل ما تكون فراشه بتبقى عباره عن دوده. الدوده دي بتتحول بعد كده الى يرقه. اليرقه دي بتبقى زي ما انتم شايفين كده، ومع مرور الوقت بصوا زي ما انتم شايفين اليرقه دي بتتغير لفراشه. فانا ممكن اوريكم فراشه لسه طالعه، مثلا هي دي كانت دوده ولسه طالعه جديده، لسه فراشه طالعه جديده، بس حتى رجلها متعلقه جوه. دي واحده هنا اهو لسه بتحاول تطلع، حتى دي اهي لسه نازله من فوق هنا، صغير من دوده الفراشه. سبحان الله. لقينا مكان ممكن ناكل السمك، فيلا نعمل كده.
بقالهم كتير قوي ما كلوش شكله. يوم 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 يوم. سلحفة، كل يا سلحفة يا سلحفة، كل يا سلحفة. انا المفروض دلوقتي اتكلم بالراحة عشان لو اتكلمت بصوت عادي ممكن تطير. بصراحة المكان جميل، أنا ما كنتش عارف إن في أنواع كتير وألوان كتير من الفراشات. كانت جولة جميلة وكانت بالنسبة لي تجربة مميزة. أكل كامبينج يعني عبارة عن بانيه وخس وبطاطس. بصراحة كانت تجربة مميزة عجبتني، احتمال كبير أكررها تاني. الفكرة كلها إنك تسيب المدينة وزحمة المدينة وتسيب بيتك الكبير وتيجي تعيش في خيمة. وبالنسبة إن الشعب الهولندي عددهم 17 مليون، 3.5 مليون شخص سنويا بيعملوا كامب هنا في هولندا، والموضوع عندهم منتشر. كان الموضوع لذيذ إن إحنا خيمة شوية 5 ستار وبتاع، بمطبخ بأدوات بحمام نضيف وفي بشاور. الكلام ده كله. ممكن المرة الجاية بقى فعلا اخد خيمة واطلع في نص الطبيعة واخيم فعلا واعمل خيمة. صعب الموضوع شوية. التجربة كانت لطيفة، عجبتني، هكررها تاني. أي نعم النومة كانت صعبة شوية عشان السقعة والحر، بس ده كان جزء منها. الساعة حاليا 10، يا دوبك نلحق نلم حاجتنا عشان بكرة نروح. في مصر أماكن للتخييم، أنا بصراحة ما عنديش علم قوي عن الموضوع، بس في الصحراء البيضاء إنك ممكن تروح هناك تخيم. الموضوع يعني جميل. وأنا كنت أصلا بفكر كلمة خيمة دي جاية من تخييم. طلع إن لما قريت إن كلمة خيمة دي اختارت الإنسان على مكان ما لفترة من الزمن. قعدت أحفظ في الجملة دي حوالي ساعة عشان أقولها، بس لو أنت لسه مكمل معايا الفيديو لحد دلوقتي فشكرا. يا رب يكون الفيديو عجبك. لو انت اول مره تشوفني فعل زر الجرس تحت الفيديو، شقلب كده تحت الفيديو، اعمل اي حاجه. اشوفكم في فيديو جديد. يومكم لذيذ. سلام.